ملك زاهر مثلت مع ممثل اسمه مصطفى عماد مسلسل سيد الناس. ومن ساعة ما مثلت معاه المسلسل ده وهم طالع عليهم شائعات كبيرة جدا ان هما الاتنين مخطوبين. ويمكن اللي خلى الناس تعتقد ده او اكد الاشاعة دي شوية ان هي في عيد ميلادها، هي في عيد ميلاد ملك مصطفى كتب لها الستوري اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، بيقول لها فيها كل سنة وانتي طيبة يا أحلى ملوكة، ربنا يحلي أيامك كلها تبقى كلها عيد، ربنا يسعدك ويحفظك من كل شر، ويا رب تكون سنة كلها نجاحات وستر وفرح وراحة بال، بتمنى لك كل حاجة جميلة يا أحن ملوكة في الدنيا. وبعديها بفترة راح منزل صورة معاها وكتب عليها الكلام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، بيقول لها صاحبتي القمر ربنا يحميكي ويحفظك ويسعدك يا ملك. راحت هي رد عليه قالت له أحلى واحد في الدنيا كلها. وفي حفلة التخرج بتاعتها اللي كانت قريب كتب لها فخور بيكي يا أشطر الشاطرين، ولسه اللي جاي أحلى، مبروك التخرج ومبروك المشروع التحفة اللي كان عظيم مع مخرجة أعظم، مبروك يا حبيبتي. ومصطفى عماد طبعا زي ما انتوا عارفين ان هو كان البطل بتاع المشروع التخرج بتاعها اللي هو كان فيلم شنطة سفر، وكمان عمل معاها مسلسل سيد الناس. فالناس دايما شايفاهم مع بعض وحابة جدا او نفسها ان يكون فعلا هما الاتنين مخطوبين ويطلعش الموضوع ده اشاعة. لكن ملك زاهر لكن ملك زاهر لما اتسألت عن الموضوع ده ردت الرد ده، قالت احنا صحاب عادي، ولو في اي ارتباط كنت هقول، بس فعلا مفيش اي نوع من الارتباط، احنا اخوات وصحاب، والضجة اللي حصلت دي ضحكتنا جدا، وانا بقى بيطلع عليا الفترة دي اشاعات كتير اوي. اما مصطفى عماد لما اتسأل السؤال ده وحقيقة ارتباطهم ببعض ايه، فرد الرد اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي. كتر ما شافوك انت وملك طلعوا عليكم اشاعات كتير، تقول لهم ايه؟ هي زي ما قلت يعني اشاعات ومش حقيقه طبعا. انا زي ما قلت قبل كده في لقاء ان انا ما عنديش اخوات بنات، فملك اختي وصاحبتي وحبيبه قلبي وبحبها جدا جدا يعني. في ناس صدقت الكلام دوت، وفي ناس تانية من المتابعين قالوا لا، طب ما هشام وليلى قالوا كده قبل كده في البرامج وطلعوا في الاخر مخطوبين، ففي ناس تانية ما صدقتش الموضوع ده، فلسه مش عارفين اذا كانوا فعلا مخطوبين او لا، بس هيبان اكيد مع الوقت. كمان يمكن مصطفى عماد اتعرف على ملك اصلا زي ما هو قال. اول مره قابلت ملك لما كنا بنتدرب في بيت استاذه هدى اللي هي مامتها، قالت لي ماما بتحكي لي عنك كتير، انت شاطر قوي، دي اول مره اشوف ملك، هي جميله جدا وحنينه قوي بصراحه، يعني اختي بجد. ويمكن مصطفى عماد بقى دلوقتي معروف اكتر كمان بسبب الدور اللي كان عامله في سيد الناس، وانه عمل ضجه كبيره جدا، وده يمكن الدور اللي شهره بشكل كبير، وفعلا كان يعني ناس كتير جدا بتشيد بنجاحه، وشايفين ان هو هيكون ممثل كبير جدا وناجح قدام.